كأس العالم التي نعيشها الآن بقطر كانت قد بدأت في عام 1930 حينما خطط وقتها رئيس اتحاد كرة القدم العالمي، وده كان اسم الفيفا زمان، الفرنسي جون ريمي. خطط لإقامة كأس العالم، وكان تدشينه لهذه البطولة في مكان صعب جدا، فكان الجميع يتوقع أن تكون البداية في أوروبا القارة العجوز، ولكن جون ريمي اختار مكانا صعب جدا، وهو الدولة التي كانت مستعدة لأنها تستضيف كأس العالم في هذا الوقت، وهي الأوروغواي. كانت الدعوة صعبة جدا على دول أوروبا ومن حولها، حيث أن المشوار طويل ومكلف وسفره صعب. لكن جون ريمي قرر أنه يعمل رحلة وأقلع فيها كل من بلجيكا وفرنسا ورومانيا ويوغوسلافيا للقيام بهذه الرحلة اللي شارك فيها 13 دولة، 7 من أمريكا الجنوبية و4 من أوروبا اللي أنا قلتهم لكم و2 من أمريكا الشمالية. كانت هذه هي بداية كأس العالم. أول مباراتين لكأس العالم، طبعا المباريات كانت في أول دورة مباشرة لأن ما كانش فيه لها تصفيات. فاز في أول مباراتين فيها فاز منتخب فرنسا ومنتخب الولايات المتحدة على كل من المكسيك وبلجيكا. فرنسا فازت على المكسيك 4-1، وأمريكا فازت على بلجيكا 3-0 في المباراتين دول. أول هدف تم تسجيله في كأس العالم سجله الفرنسي لوشين لورين. أقيمت المباراة النهائية بين الأوروغواي والأرجنتين، واستطاعت الأوروغواي أن تفوز على الأرجنتين 4-2 أمام حشد جماهيري في استاد مونتفيديو وصل ل93 ألف مشجع، وبذلك أصبحت أول دولة تفوز بكأس العالم هي الأوروغواي في عام 1930 حينما أقيمت البطولة على ملاعبها. ويعتبر الأرجنتيني فرانشيسكو فاريو هو آخر من توفى من الذين خاضوا كأس العالم، حيث توفى في 30 أغسطس 2010. البطولة اللي أقيمت في أوروغواي زي ما بنقول هي كانت أولى البطولات، وبالتالي لم تقام لها أي تصفيات، وزي ما قلنا إنها كانت بطولة صعبة جدا على الجميع نظرا لأنها أقيمت في مكان بعيد جدا وهو الأوروغواي. الآن تختار الدول عبر الفيفا وعبر تنظيمات معينة وشروط معينة، وإن شاء الله بعد مونديال قطر هيكون هناك مونديال أمريكا اللي هيضم 3 دول إن شاء الله.